السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة أولى. أهلا بكم في درس جديد من دروس نافذة اللغة العربية. درسنا النهاردة يا سنة أولى هو حرف من حروف الهجاء وهو حرف الدال. تعالوا مع بعض نشوف أشكال حرف الدال. حرف الدال في أول الكلمة يا سنة أولى بيتكتب على السطر وما بيمسكش في اللي بعده، حرف بخيل ما بيمسكش في اللي بعده. في وسط الكلمة بيمسك في اللي قبله وما يمسكش في اللي بعده. في آخر الكلمة يا إما متصل بيمسك في اللي قبله يا إما منفصل واقف لوحده. تعالوا نشوف كلمات. دال في أول الكلمة دراجة، دراجة. دال في وسط الكلمة مهندس، مهندس. دال في آخر الكلمة متصلة زي أسد أو منفصلة زي قرد. نقرأ الكلمات مرة كمان. دراجة، مهندس، أسد، قرد. تعالوا مع بعض نحل سؤال. هات كلمة تبدأ بحرف الدال. عايز كلمة أولها حرف دال زي كلمة دب. كلمة وسطها حرف دال، وسطها يعني في النص زي كلمة هدهد. كلمة آخرها حرف دال يعني في الآخر خالص حرف دال زي كلمة سعيد. تعالوا مع بعض نشوف أصوات حرف الدال بالحركات القصيرة. دال فتحة د، د. دال كسرة دي، دي. دال ضمة دو، دو. دال سكون، احنا اتفقنا ان السكون علامة ما بقرأهاش لوحدها، لازم اقرأها مع الحرف اللي قبلها. تعالوا نشوف كلمات. د دراجة، دراجة. دي مهندس، مهندس. دو دب، دب. دال سكون هدهد، هدهد. نقرا مرة كمان. د دراجة، دي مهندس، دو دب، هدهد. تعالوا مع بعض نحل بعض الأسئلة. أول سؤال. ضع دال فتحة أو دال كسرة أو دال سكون أو دال ضمة مكان النقط. أول كلمة عندي كلمة مهندس، برافو، نحط لها دال كسرة مهندس. الكلمة الثانية كلمة دراجة، نحط لها دال فتحة دراجة. الكلمة الثالثة كلمة هدهد، نحط لها دال سكون هدهد. آخر كلمة عندي كلمة برافو دب، نحط لها دال ضم. السؤال اللي بعد كده. اكتب صوت حرف الدال. مديني كلمات وعايزنا اقول صوت حرف الدال في كل كلمة ايه. مهندس، مهندس. صوت الدال دي دال مكسورة. هدهد صوت الدال ساكنة بس السكون لازم اقرأها مع الحرف اللي قبلها مقطع يبقى صوت الدال هد. آخر كلمة عندي كلمة دواء، دواء. صوت الدال دال مفتوح. السؤال اللي بعد كده. اختر مما بين القوسين. دال ضمة، عايز نختار الكلمة المناسبة هتبقى دراجة ولا دب ولا ديك. طبعا دال ضمة دو هنختار دب. دال سكون هنختار مهندس ولا دواء ولا هدهد. طبعا دال سكون هدهد. كلمة دواء، دواء بها مد بالألف ولا بالواو ولا بالياء. طبعا دواء مد بالألف. السؤال اللي بعد كده. حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. كلمة هدهد، أما حلل المقاطع الصوتية طبعا الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. هدهد الهاء مع الدال ساكن مع اللي قبله، الهاء لوحدها الدال لوحدها هدهد. دجاجة الدال لوحدها، الجيم مع الألف مد وممدود، الجيم التانية لوحدها، التاء مربوطة لوحدها دجاجة. آخر كلمة عندي كلمة دب، وزي ما احنا شايفين يا سنة أولى الباء مشددة، واحنا اتفقنا لما يكون عندي حرف مشدد وبحلله لأصوات لازم أفك الحرف المشدد الأول ساكن والتاني متحرك، التاني هيبقى عليه تنوين لأن الشد عليها تنوين. أما أجي أحللها هاخد الدال مع الباء الساكنة والباء التنوين لوحدها تبقى دب. وده
كان درسنا النهاردة يا سنة أولى حرف الدال، ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.